انما تعالى للجاهلية بتاعت القرن العشرين اللي احنا عايشينه دلوقتي، الشيوعية لا تؤمن بان الله موجود. مفيش اله خالص. يعني اول مادة من مواد ماركس لا اله والحياة مادة. اول شيء لا اله. ادي الشيوعية اللي هم بيمثلوا النهاردة على وجه الارض 1200 مليون بني ادم، لا يؤمنون بان للكون خالقا ولا صانعا. والله تعالى يقول وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. من الذي خلقك؟ أأنت موجود أم غير موجود؟ إن كنت موجودا فمن الذي خلقك؟ إن كان الذي خلقك هو الطبيعة فقل لي ما هي الطبيعة؟ أعاقلة هي أم مجنونة؟ إن قلت إن الطبيعة مجنونة فهل أنت عاقل أم مجنون؟ إن قلت إنك مجنون فلا كلام لنا معك، وإن قلت إنك عاقل كيف تستطيع الطبيعة المجنونة أن توجد عاقلا؟ ان قلت ان الطبيعة عاقلة قلنا لك انك تسميها الطبيعة لانك لا تعرف لله قدره، ولكن الخالق هو الله الواحد المريد العليم الحكيم السميع البصير الحي الذي لا يموت ابدا. يبقى الذي خلقك هو الله ولا جدال في ذلك. ولذلك قال الامام علي كرم الله تعالى وجهه: عجبت لمن انكر وجود الله ولم ينكر وجود نفسه. امن به المؤمن ولم ير ذاته، وجحده الجاحد، ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. وحد من لا يغفل ولا ينام، قل لا اله الا الله.